السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قاعدة صايعة جدا وصل لها دكتور دانيال كانمان وزمايله عن ازاي بنفتكر الأحداث اللي بتحصل لنا والتجارب اللي بنعيشها، وقال لنا عليها في كتابه Thinking Fast and Slow، كتاب بيست سيلر وجامد ومشهور قوي، وهي البيك اند رول أو قاعدة الذروة والقفلة. بيقول إن التجربة اللي بنعيشها حمادة، واللي بنفتكره وبنحكيه عن التجربة دي حمادة تاني خالص. فمثلا تجربة خروجة مع الولاد، تجربة الخروجة نفسها فيها لحظات كتير بنعيشها، لحظات حماس، لحظات الولاد بيضربوا بعض في العربية، لحظات زهقانين، لحظات جعانين، لحظات بنراجع نفسنا أنا إيه اللي عملته في نفسي ده، فرجت على الدنيا شوية أوباش. يعني بنعيش لحظات وحالات كتير، إنما اللي بنفتكره عن التجربة هو الحكاية اللي هنحكيها بعد كده عن التجربة. وأهم حاجة في أي حكاية الذروة والقفلة، لحظة ما حسوا بذروة مشاعر ما والحكاية قفلت على إيه. ولنفرض حصلت مفاجأة في نص الخروجة وصلتهم لذروة السعادة، كل اللحظات اللي فاتت دي بقى هتتنسي وهيغطي عليها ذكرى ذروة السعادة. وقفلة الحكاية، قفلة الحكاية ممكن يحصل فيها الريمونتادا اللي تعوضنا المرار اللي شربناه طول الخروجة، أو العكس تضيع تعب ومجهود وضبط نفس وفلوس اتصرفت بس عشان ايه؟ نزق اليوم ونفرح بقى، يعني نفرح. هتلاقي مثلا الخروجه ماشيه ازاي؟ عايز بالونه، نجيب بالون طبعا. ايس كريم ده فريش، يا حبيبي نجيب ايس كريم، نجيب وننبسط، نجيب وننبسط. ايه ده نعتذر للبنات اللي على شكل زهره اوركيد القرد، الا اوركيد القرد دي نادره دي، الا لو فاتتنا حاجه تحمر مننا كده ولا كده. لا نجيب غزل البنات طبعا ومال. نيجي بقى واحنا ماشيين يشبطوا في حاجه كمان، لا خلاص بقى كفايه كده، جبنا كتير. بس تلاقي بقى عياط وصريخ ودبدبه في الارض، تلاقي نفسك واقف قدام شعور بالحرمان، فتبقى اللي هو حرمان بعد كل ده احنا جبنا زهره اوركيد القرد ودراما وصعبانيات، وده انا كان طول عمري نفسي فيها، ده اوحش يوم في حياتي، اوحش قلبي. بس خلاص باظت الخروج، انا هكملها في المستشفى وبقى معانا حكايه ساد اندنج. طبعا احنا نربيهم على معنى الرضا وكل حاجه، بس مش موضوعنا النهارده. احنا النهارده بنتكلم في ازاي نستفيد من البيك اند رول ونظبط القفله. فاحنا نتارجت ان في نص الخروجه نعمل حاجه تبقى واو، اوكي، عشان ايه؟ تفضل هي دي الميموري اللي تغطي على اي حاجه تانية، ونظبط القفله. فمثلا يعني لو عرفنا نبيع لهم انه اتفرج وشوف كل اللي يعجبك عشان تبقى عرفت الاوبشنز كلها، وقبل ما نمشي نختار من الحاجات دي علشان تبقى شفت كل حاجه. فلو دخلت عليهم الفكره يبقى واحنا مروحين اشترينا واتراضينا ونروح مبسوطين، وبقى معانا حكايه هابي اند. طبعا الثعلب مكار وما نعرفش بيبيض ولا بيولد، وممكن اي حاجه تحصل تهربد لنا الخطه، بس يعني ده الكونسبت، انك بتظبيط القفله تقدر تتحكم في الذكرى اللي هتفضل عند الناس عن حدث ما.